ازاي اكسر حاجز الخوف والقلق لما اجي اسال سؤال وبيني وبين نفسي احس ان السؤال ده بديهي، ولو انا سالته ممكن يعني مديري في الشغل يضحك عليا او زميلي يقول لي انت ازاي مش عارف المعلومه دي. لا بل على العكس، الموضوع ابسط من كده بكتير. اول ما يجي سؤال في بالك وانت في شغلك وانت في دراستك وعايز تساله، ما تترددش ان انت تساله. السؤال ده لو عدى عليه 3 4 ثواني كده انت ما سالتوش، هيجي لك احساس بعد كده بالخوف وان انت ما انتش قادر تسال السؤال ده. فبلاش رقم واحد ان انت تتاخر عن السؤال. رقم اتنين، اقعد بينك وبين نفسك كده اكتب في ورقه كده 5 اسئله انا خايف اسالهم بس انا مضطر ان انا اسالهم عشان اتعلم، ولازم تروح تسالهم. ما تبخلش على نفسك بالمعلومه الحقيقيه اللي هتفيدك حتى لو انت حاسس ان شكلك مش هيبقى حلو، لان ده غلط، ده احساس غلط. انت هتبقى احسن لما تتعلم. الحاجه الاخيره والاهم، طريقتك وانت بتسال السؤال. حد قال لك معلومه انت مش متاكد منها او ما فهمتهاش، قول له معلش ممكن تعيدها لي تاني عشان اتاكد ان انا بس فهمتها صح. معلش انا ما خدتش بالي بس من الطريقه بتاعتك، ممكن تعيدها لي تاني؟ انت كان قصدك ايه؟ في اكتر من طريقه حلوه تسال بيها السؤال عشان ما تفوتش على نفسك فرصه ان انت تتعلم، لان خوفنا من السؤال هيضيع علينا فرص كتيره حلوه ممكن تجيلنا.